في ليلة هادئة كانت شوارع بوينس آيرس فارغة. الضوء الخافت للمصابيح يتخلل الضباب المتسلل بين الأزقة. لم يكن أحد يتوقع أن هذه الليلة ستشهد أذكى سرقة بنك في التاريخ. أمامنا بنك ريو صامت كأنه يحرس أسراره. المبنى يلمع تحت الضوء الخافت، لكن من الداخل خطة خطيرة كانت على وشك التنفيذ. 4 رجال يرتدون الأقنعة السوداء، يحملون حقائب مليئة بالأدوات، يتحركون بخفة، كل خطوة محسوبة، كل نظرة تراقب الطريق. الليل كله كان شاهداً على دهاء لا يصدق. وفجأة اقتحموا البنك، رفعوا أسلحتهم المزيفة، وأصبح الهدوء فجأة صراخاً. الموظفون والعملاء في رعب، لكنهم لم يعرفوا أن هذا مجرد جزء من المسرحية. نفق مظلم ضيق، أضواء خافتة تتلألأ على الجدران. العصابة تزحف بخفة نحو الخزائن، كل خطوة محسوبة وكل ثانية تعد، وكأن الزمن توقف. وأخيراً وصلت أيديهم إلى الخزائن، فتحوها واحدة تلو الأخرى. الذهب يلمع، الماس يتلألأ، والمجوهرات في صمتها تحكي عن ثروة لا تقدر بثمن. لكنهم لم يلمسوا الأموال النقدية. بهدوء شديد وضعوا كل قطعة ثمينة في الحقائب. لم يكن هناك عجلة، لم يكن هناك خطأ، مجرد ذكاء محض وحركة محسوبة. ثم بدأوا الهروب. الزوايا المظلمة ابتلعت خطواتهم، كل شيء محسوب، كل خطوة تقربهم من الحرية. الشرطة دخلت البنك. صمت رهيب، لا أثر للمجرمين، لا أثر للكنوز، فقط صدى خطواتهم يملأ المكان. وكأن الأرض ابتلعت كل شيء. لم يجدوا سوى رسالة علي أرض البنك مكتوب فيها: في حي مليء بالأغبياء الذكي هو الملك. كلمات صغيرة، لكنها أخبرت كل شيء عن دهائهم. الكاميرات سجلت دخولهم، لكن لم تسجل خروجهم. الأسئلة بدأت تتكرر داخل القاعة الفارغة. إذا كانوا هنا منذ لحظات، فإلى أين ذهبوا؟ الإجابة في خطة بدأت قبل السرقة بشهور. قبل السرقة ب3 أشهر لم يدخل أي شخص البنك. العصابة استأجرت محلاً مهجوراً بجواره. كل ليلة وتحت صوت المدينة بدأ الحفر ببطء، سنتيمتراً بعد سنتيمتر. النفق لم يكن عشوائياً، بل محسوب بدقة ليصل مباشرة أسفل الخزائن. عندما جاء يوم السرقة كان كل شيء جاهزاً. الدخول كان للتمويه، أما الخروج فلم يكن من البنك أصلاً. بعد تفريغ الخزائن اختفوا عبر النفق، خرجوا من مكان بعيد قبل أن تصل أول سيارة شرطة. وعندما كانت الشرطة تفتش الطوابق، كانت العصابة تزحف بخفة داخل النفق وتحاول الوصول إلى قناة الصرف. وصلوا إلى قناة الصرف، المياه تعكس الأضواء الخافتة والضباب يلتف حولهم. عالم آخر يفتح أبوابه لهم، بعيد عن أعين الشرطة. ركبوا قاربا صغيرا، ينسابون في الظلام، يحملون ثرواتهم الثمينة، والمدينة فوقهم تظن أن كل شيء انتهى. وفي شوارع بوينس آيرس المغطاة بالضباب، الظلال تختفي بين الأزقة. الليل يعود لصمته، والسرقة الأسطورية التي لم يصدقها أحد تصبح أسطورة تحكي عن ذكاء لم يره التاريخ من قبل. لو القصة عجبتك، تابعنا لقصص أكثر غرابة وغموض